احلى مسا على اخواتي وحبايبي الزملكاويه، كلكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك وهنقول كنت في عن اخبار نادي الزمالك، خليك معانا لغايه النهايه وان شاء الله تبقى مستفاد من الفيديو. ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. قبل اي حاجه صلي على سيدنا محمد، وبعد الصلاه على سيدنا محمد هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك وهنقولها سريعه كده وحاول تركز معايا. قبل اي حاجه انا اسف على التاخير ولنا فتره قاطعين وما حضرناش البطوله العربيه مع بعضينا بس غصب عني. تعالى ساعتها نخش على الاخبار. هو اول خبر المفرح اللي فرح جماهير نادي الزمالك كلها رحيل مرتضى منصور. طب هتقول لي هو مرتضى منصور مشي ليه؟ يعني هو كده كده متزاد، بس ليه بقى قدم استقاله ومشي وليه عمل الحوارات دي؟ مرتضى منصور كده كده عارف ان هو مش هيرجع تاني لرئاسه نادي الزمالك لانه خلاص متزاد. تاني شيء مرتضى منصور حس ان هو خربها اكتر ما هي خربانه، يعني هو اساسا جه خربها اكتر ما هي خربانه، بس حس المره دي ان الموضوع لا، خرج بره عن الموضوع، مش هيقدر اللي هو ايه يسكت الجماهير عليه. فقال لا يا عم خلاص خلصت، انا شبعت، عملت اللي عملته ونصبت عليهم في فلوس كتير زي صفقه امام عاشور وي وحاجات كتير قوي، خلينا نمشي. قدم استقالته واخد بعضه ومشي هو وعياله وما بقوش في الصوره، وما لهمش دعوه بقى النادي الزمالك بيضرب بيتشقلب بيموت يتخرب، ما لهمش دعوه. والانتخابات ان شاء الله هتبقى في شهر اكتوبر، ان شاء الله هتبقى الانتخابات في شهر اكتوبر عن نائب الرئيس وعن الرئيس وعن بعض برضو الاماكن في الاداره. تاني خبر معانا هو راحه للعيبه والجهاز الفني لمده 20 يوم بعد انهاء البطوله العربيه اللي عملنا فيها عموما اداء جيد جدا. كسبنا الاتحاد المنستيري بنتيجه 4-0، خسرنا من الشباب السعودي بنتيجه 1-0، وتعادلنا قصاد النصر اللي معاهم ساديو ماني، تاليسكا، بوفانا، كريستيانو رونالدو، معاهم لعيبه كتير جدا عالميه بمستوى عالي، لكن قدرنا نقدم قصادهم ماتش هايل، ماتش عالمي، ماتش اللعيبه كلها كانت رجاله. عمرو السيسي قدم مستوى هايل لان ما توقعتهاش منه. عمر الجابر كان عامل مستوى حسسني بجد ان هو نادي الزمالك بيلعب على شرف الفالنه، اللعيبه كلها حتى اللي مش عارف يعمل مستوى بس كان بيموت نفسه لاجل الفالنه. يعني اللعيبه كلهم عبد الغني، مسلوسي، كله حتى لو قدمت مستوى وحش انا هرفع لك القبعه، انت عملت اللي عليك، كلكم عملتوا اللي عليكم بامانه قصاد النجوم ديت، وقدمتوا ماتش زي ونطلع بالتعادل، فانت عملتوا اللي عليكم ازيد بجد، لعبتوا بشرف، لعبتوا برجوله وحميتوا على اسم نادي الزمالك، وبجد خارجين من البطوله بفرق نقطه، يعني خارجين بشكل كويس، شرفتونا وشرفتوا مصر كلها قصاد الدوله السعوديه والبطوله عموما. فخلينا نقول نادي الزمالك خرج من البطوله العربيه ديت، وزي ما انا قلت الكلام ده كله هو خرج بسبب، لو هنتكلم كفنيات والكلام ده، هو خرج بسبب حاجتين. اول حاجه اخطاء تحكيميه، ومش هقول ظلم والكلام ده، هو اخطاء تحكيميه كانت في ماتش الشباب السعودي كانت السبب في خساره نادي الزمالك، وكانت السبب بيعتبر بنسبه 90% ان نادي الزمالك يخرج بره البطوله، بنسبه 100% كمان ان نادي الزمالك يخرج بره البطوله. ضربه الجزاء كانت غير صحيحه، وكان في اخطاء يعني على الفريق المنافس، وكان يستحق نادي الزمالك فاولات من اماكن قريبه وحاجات زي كده لكن لا تحتسب. فكان اخطاء تحكيميه بشكل غريب، كانت اخطاء تحكيميه بشكل غريب، فكانت السبب في خساره نادي الزمالك اهم ماتش في البطوله، كان اهم ماتش في البطوله خسرناه بسبب اخطاء تحكيميه. تاني حاجه كان الخطا هو في ماتش، برضو اللي حصل الخطا ده في ماتش الشباب، برضه حصل تاني في ماتش النصر من جدي وسوريو، هو عدم اللعب براس حربه، خروج سيف الدين الجزيري وما بتنزلش ناصر المنسي، فدي كانت السبب ان انت ما عندكش محطه هجوميه قدام في خط ال 18 تقدر تستغل عرضيات بيها، لا انت ضيعت خطورتك في خط ال 18 من قدام. خلينا نتكلم برضو في البطوله العربيه، هنقول مين صعد دور الربع النهائي ومين صعد دور نص النهائي. اللي صعد دور الربع النهائي النصر والشباب السعودي والاتحاد جده والرجاء الشرطه العراقي والسد والوحده والهلال السعودي. خلينا نقول دول اللي صعدوا الربع النهائي. خلينا نقول بقى اللي صعدوا النص النهائي هم فرقتين وفاضل لسه فرقتين كمان.
لسه يعني هو اللي صعد، اللي ضمن الصعود الى الدور نص النهائي كان الهلال عشان كسب اتحاد جده بنتيجه 3-1. تاني حاجة الشرطة كسب السد بنتيجة 4-2. مفاجأة متوقعتهاش بصراحة، قلت السد هو اللي هيصعد مش الشرطة، لقيت الشرطة اللي صعدت لنص النهائي. بالشكل ده الشرطة والهلال صعدوا نص النهائي. لسه فاضل ماتش بين ال اسمه ده بين الوحدة وال وال لسه في ماتش قصاد النصر والرجاء، ولسه في ماتش قصاد الشباب والوحدة السعودي. بالشكل ده خلصنا اخبار نادي الزمالك، وقلنا كل التفاصيل، واتكلمنا برضه عن البطوله العربيه، وقلنا مين صعد للنص النهائي ومين صعد لربع النهائي، وقلنا كل التفاصيل، ومين ده كسب بنتيجه كام وده كسب بنتيجه كام. فان شاء الله برضه في فيديو يخص نادي الزمالك وهنتكلم فيه عن رمضان صبحي، هنقول كل التفاصيل. فاستنى الفيديو دوت، ولو عجبك الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دوت حاليا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.